السلام عليكم. هذا الفيديو أنا بغيت نرد فيه على تحفة اللي رجع تاني كيطنز وكيسب ويقذف في الخليجيين. رجع تاني لديك الطريقة تاعته، يا بن زبلان يا بن هذا، ويقلد داكشي ديالهم ويضحك عليهم كيف كيقولوا هما. بغيت نقول لك أخويا تحفة، ما تنساش بأن النساء المغربيات اللي تزوجوا في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات مع خليجيين، راه ولادهم دابا راه صاروا شخصيات بارزة في الخليج. راه يمكن لك تلقى وزير، وتلقى مدير عام تاع شي بلاصة، وتلقى هذا، وتلقى بزاف مسؤولين كبار. وراه عيب، راه بحال هادشي لأن تيبقاو مغاربة. راه واخا أنهم خليجيين تيبقاو مغاربة، كتهزهم النفس على بلاداتهم الخليجية، وكتهزهم النفس على المغرب، وما كيرضاوش يسمعوا شي حاجة خايبة ولا يشوفوا مغربي كيطنز عليهم بحال هكا. ياك داك اللبس اللي انت كتضحك عليه، أولا هو الأول نقول لك بأنه اللبس تاع الجزيرة العربية اللي هي نقولوا حنا البلد ولا البلدان ديال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني داك الرسول اللي انت تؤمن به لأن انت مسلم، راه كان كيلبس داك الشيء، وكانوا الأسماء ديالهم هما هادوك اللي انت كتضحك عليهم وكتطنز كيف كيقولوا هما، كتطنز عليهم. راه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كيركب في الجمال، وكان كيمشي في الصحراء، وكان كيلبس داك اللباس اللي انت كتضحك عليه. وكان حتى هو عندهم بن بحال المغرب حتى حنا عندنا بن شقرون، بن نيس، بن هذا كاع داك الشيء راه كاين. ولكن راه خصك توقف، لان حنا هاد النساء المغربيات اللي كنا وتنتابعوك وداك الشيء، وحنايا ما كنلوموكش، انت ولد بلادنا خونا. ولكن توقف يا اخي، توقف على الضحك على الخليجيين. خلي العلاقات الخليجيه المغربيه دو كوتي ترانكيل، بعد. لان هاد البلدان وانت تعلم بان بخمسه بهم هما الوحيدين اللي في الامم المتحده كينوضوا كيهضروا بصراحه، وتيقولوا ان الوحده الترابيه تاع المغرب ما تقاسش. ما كيلعبوش هما لا هكا شويه هكا شويه بحال فرنسا وامريكان ومصر وهداك الشيء، لا، هما جود كينوضوا وتيقولوا في الامم المتحده ما تقيسوش لانتيغريتي تيريتوريال ماروكان، ما تقيسوهاش. انا مريضه وكنرد عليك، والله العظيم بقى فيا الحال. صيفط ليا واحد السيده داك المقطع حتى هي عايشه في الخليج، ولادها تبارك الله شخصيات، قالت لي راه رجع تاني كيضحك وداك الشيء هما ما كيرضاوش. وهذا الشيء راه ما مزيانش. انا نذكرك في واحد الحاجه كانت وقعت في الكويت. تعقل على سلوى المطيري، اليوتيوبرز الكويتيه هذيك، كانت كتضحك على البنات تاع المغرب. واحد النهار خرجت في الصباح حتى هي همها غير الادسنس، شافت ان المغاربه كيتجاوبوا معاها ولي فيك تاعو، وهي تنوض وهي تقول المغربيات مستنقعات ولا شي هكا. تعرف اخويا تحفه، خلطت عليها الشرطه، ما كاين لا نيابه عامه ولا والو، الشرطه المخفر وعرنت تاع البوليس في المنقف. سلوى المطيري، وما ادراك ما سلوى المطيري، خصك تعرف غير قصر فين ساكنه هي وداكشي. خلطوا عليها، والكويتيين كلهم شافوا صوروا عرفوا بأن السبب هو ما جاء في الفيديو اللي لاحت على المغرب وعلى المغربيات. ومن ثم حدوها، ما بقاتش هضرت على المغرب ولا على المغربيات، صافي فضات، لان اعتقلوها وما بقاوش كيتسناو هما نحكموها، لا، داوها. علاش؟ هادوك الدول عندهم اهم بلد عربي اللي خاص تبقى العلاقات مزيانه معاه هو المغرب. وانا نزيدك واحد الحاجه ما تنساهاش، هادي راك عارفها. ملكنا سيدنا محمد السادس، الله يحفظه لينا والله يشافيه في قلوبنا في عقولنا في كل شيء. هذاك راه حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو راه عائلته من التاريخ، وهذا راهم من الجزيرة العربية، راهم أحفاد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت ملي كتنكت
على اللبس ديالهم، وكتنكت على كلامهم، وكتنكت راه كتنكت على الأجداد، العائلة الملكية. واش كتسحاب راسك؟ راه هادوك راه كلهم حفيدات وأحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بربري تتقول بربري، الله احنا كلهم البرابرة والعرب في المغرب سواسية، واليهود وكل شيء حنا كيف، ولكن أنا كنطلب منك توقف على التنكيت وعلى تطنيز طنازة. هنا تيقولوا لها طنازة على الخليجيين. راه هادشي راه بزاف، سورتو العلاقات ما تخسرهاش. والله حتى انا مريضه، راه من الصوت ديالي راه باين لك، راه حشومه. بعد على الخليجيين اخويا، نكت على ولاد بلادك، هذاك شغلك، وهذاك نكت على من ما بغيتي، ولكن بعد راه كضرنا في قلوبنا. وولادنا راه كيعرفوا، راه تيجلسوا في الديوانيات، اللي انت عارفه شنو هي الديوانيه في الخليج. الديوانيات تيكونوا غير شخصيات تيجمعوا بيناتهم، تيجي واحد وكيجيب داك لا سيكونس اللي ضحكتي انت عليهم، المقطع، وكيوريه. تيولي ولاد هاد المغربيات مساكن جيني. جيني اشنو؟ راه مغاربة، راه بغاو ولا كرهوا ولادنا مغاربة، لحقاش القانون عاطيهم الجنسية اوتوماتيك. فالله يعطيك الصحة خويا تحفة. انا ما غنحرمك لا من ادسنس تاعك ولا هذا، غير بعد على الخليجيين. ما عندكش اخويا، علاش هذا؟ ما تنساش هذه تاع سلوى المطيري، والعلاقات ديال كيفاش تصرفات تبارك الله. الكويت راه جرات وبلا ما تدخل السفاره المغربيه، شافوها وشافوا ناض فوضى، المغاربه كيسبوها وهي كترد عليهم، والكويتيين دخلوا معاها حتى هي، قالوا لها هادشي سكتي، لان المغاربه هما تيسميوهم هما المغاربه كلهم احفاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تيقولك أحفاد، هادو يعني ولاد عمومتنا. وانت شنو تتقول أخويا؟ راعب، عيب أخويا. تحفة. انا قناه صغيره يلا بديت، راه ما عندي لا ادسنس ولا والو، ولكن بغيت نرد عليك لان البنات كلهم اللي بحالي، اللي جدوات تاع الخليجيين، حنا راه ماشي غتقول هادي شي وحده، لا انا وجامعيه. راه تبارك الله بلا ما نقول شكون هي، ولكن راه تنشوف بان بديتي مزيان، كنتي غادي مزيان، حنا متبعينك وكل شيء وهذا، ولكن انك تهز خويا الموضوع تاعك وتبدا تنكت فيه على الخليجيين، حنا رافضينها. انا واحد النهار انا نزيدك ركب حدايا انا غادا من كاسا، الدوله اللي مقيمه فيها، وجلس حدايا خليجي باقي مسكين جان قد ولادي. المهم تكون عنده، نقول لك ديك الساعه انا نقول لك هادشي راه قبل كورونا. آه قال لي هذا، قال لي راه وقفت في ركحة البنات. قال لي حنا نحب المغرب بزاف وهذا، ومشى مسكين قلت له فين كنتي؟ مراكش، طنجة يا وليدي. قال لي انا باغي نتزوج مغربيه وهذا، وحنا نحب المغرب وحنا لا نرضى. وجبدنا موضوع ديال سلوى المطيري، هو يقول لي حنا لا نرضى باحد اي يوتيوبر ولا صحفي أنه يشتم ولا يسب المغرب ولا المغربيات ولا رجال المغاربة ولا حتى شي حاجة، لأن هذا البلد احنا كنحسبوه بحال بلد من دول الخليج، يعني أقرب بلد عربي لينا. فتسمع بحال هاد الشي وداك الشي. وكان جبت له الموضوع تاع الصحفي الشماري اللي كان تا هو سب وقذف المغربيات وداك الشي، لأن داك تا هو ما عندوش متي الجامع على فمو. فقال لي هذاك الشماري ماشي خليجي، قبيلة الشمار هما عراقيين. قال لي لا، هذا بس يكون متجنس في السعودية ولا شي، وعنده حقد على المغرب والمغربيات. شوف كيفاش هاد الخليجي كيفاش كيحاول يتبرأ من هاد الصحفي الشماري. عرفتي كيفاش هما إلا عشتو وسطهم، كيفاش مجتمعات محافظة متربيين خلوقين، إسلامهم قوي، كيتصدقوا بزاف. خلينا تحفة من دوك اللي كتلاقى معاهم في أورلاندو، راه أكثرهم من واحد الفئة اسميتهم
البدون، ماشي البدو، ما تخلطش، البدون، بدون جنسية. ناس عندهم الفلوس، داروا الفلوس بطريقة قانونية وغير قانونية، وعندهم جوازات سفر خليجية، ولكن لا حليتوا جوازاتهم. حلوا الجواز باش تقراو، غادي تلقاو بدون، يعني بدون جنسية. هذا هو اللي بغيت نقول لك. بعد اخويا لان كضرب وليداتنا، راش كيديروا دابا؟ واحد بغى الخدمه في واحد وتعرف امه مغربيه، كيمشي كيسجل ديك لا سيكونس، كيدخل شي ديوانيه ولا في الخدمه في العمل عنده، وكيبدا يوري للزملاء ولا الزملاء ديالهم في العمل ولا في ديك الديوانيه، تيقولوا شوفوا هاد المغربي كيفاش كيطنز علينا. فهمتي كيفاش كتخلق مشكل لولاد المغربيات اللي هما كيف قلت لك صاروا شخصيات ومحترمين وكيحبوا بلاداتهم. هذا هو. وما تنساش واحد النقطة مهمة، بأن راه المستثمرين مهمين هما هاد الخليجيين اللي انت كتضحك عليهم.